بتلعب والدرس الرابع نزل. يلا بينا نفهم ونحفظ. الطلاب الاعزاء، طلاب سنه 6 ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال دائما وابدا. جبت لكم دلوقتي الدرس رقم 4 في منهج الدراسات الاجتماعيه اللي بعنوان لمحات من حياه الخلفاء الراشدين. بينا نفهم الدرس كويس قوي. يلا بينا. بعد وفاه سيدنا محمد ايه اللي هيحصل في الدوله الاسلاميه؟ اقول لك انه بعد وفاه الرسول الكريم هيحكم الدوله الاسلاميه 4. ايه ده؟ هيحكموا مع بعض؟ اقول لك لا، هيحكموا ورا بعض. يعني اول واحد هيحكم الدولة الاسلامية بعد وفاة الرسول الكريم هو ابي بكر الصديق. طيب بعد ابي بكر الصديق هيجي مين؟ اقول لك هيجي الخليفة عمر بن الخطاب. طب بعد عمر بن الخطاب هيجي عثمان بن عفان. طب رقم 4 والاخير علي بن ابي طالب. دول الأربعة اللي بنسميهم الخلفاء الراشدين. طيب هو يعني ايه خلفاء ويعني ايه راشدين؟ اقول لك كلمة خلفاء يعني جم بعد مين؟ جم بعد الرسول الكريم، عشان كده بنقول عليهم خلفاء. كلمة خلفاء يعني جم بعد. طيب راشدين يعني ايه راشدين؟ اقول لك راشدين يعني شطار، يعني مشوا على نفس نهج الرسول الكريم، فعشان كده بنقول عليهم الخلفاء الراشدين. صعبة دي؟ اعتقد ان هي مش صعبة. يبقى الخلفاء الراشدين اللي هيحكموا الدولة الإسلامية بعد الرسول الكريم عددهم كام؟ عددهم 4. طيب ليه تسموا خلفاء راشدين؟ خلفاء لأنهم أتوا بعد الرسول الكريم، وراشدين لأنهم صاروا على نفس نهج الرسول الكريم في حكم الدولة الإسلامية. طيب بينا ناخد خليفة خليفة ونعرف هو مين وعمل ايه للدولة الإسلامية. يلا بينا. أول خليفة معانا هو الخليفة أبي بكر الصديق. طيب هو السؤال هنا، هو اشمعنى أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول؟ ليه ما يبقاش رقم 2؟ وليه ما يبقاش عمر بن الخطاب هو رقم 1؟ ده سؤال مهم أوي. بما تفسر أبي بكر الصديق هو أول خلفاء المسلمين؟ أقول لك المسلمين لما اجتمعوا بعد وفاة الرسول الكريم اختاروا أبو بكر. طب اشمعنى أبو بكر؟ اشمعنى أبو بكر دون غيره يعني؟ أقول لك لأنه كان أول واحد يآمن من الرجال. ماشي، أول واحد آمن بعد ما الرسول الكريم دعاه. تاني حاجة شارك الرسول الكريم في كل الفتوحات. فاكرين الدرس اللي فات لما قلنا إن الرسول الكريم دخل غزوات كتير زي غزوة بدر، أحد، الخندق، وفتح مكة؟ مش دول خدناهم المرة اللي فاتت؟ أبي بكر الصديق كان ملازم للرسول الكريم في كل الفتوحات، فعشان كده اختاروه خليفة بعد وفاة الرسول الكريم. طب تالت سبب وهو اختاروا الرسول الكريم يكون إماما للمسلمين وقت مرضه. لما كان الرسول الكريم تعبان كان اختار أبو بكر الصديق يئم المسلمين في الصلاة. فدول الثلاث أسباب اللي عشانهم المسلمين اختاروا مين؟ أبو بكر الصديق يكون الخليفة رقم 1، الخليفة الأول. يبقى تاني تعالى نقولهم. ليه أبو بكر الصديق هو الخليفة رقم 1؟ هنقول لأنه أول من آمن، شارك في كل الفتوحات، اختاروا الرسول الكريم إماما للمسلمين وقت مرضه. صعبة دي؟ مش صعبة. طيب بينا نعرف هو الخليفة أبو بكر الصديق حكم كم سنة؟ أقول لك حكم من سنة 11 لحد سنة 13 هجرية طبعا. من كام؟ 11 إلى 13. طب هنا السؤال بالتحديد كام سنة يعني؟ أقول لك بالتحديد وبالظبط 2.5 سنة، 2.6 أشهر. دول الفترة اللي حكمهم أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. صعبة دي؟ أعتقد إن هي مش صعبة. طب خلال 2.5 إيه أهم الأعمال اللي عملها أبو بكر الصديق؟ تعال أقول لك إيه أهم أعمال أبو بكر الصديق. أهم أعمال أبو بكر الصديق 4. أهم أعمال عملها أبو بكر الصديق تعال نقولها، هم 4 نقط فقط. أول نقطة هي إيه؟ أول حاجة عملها أرسل جيش أسامة بن زيد إلى الشام. تاني حاجة عملها حارب المرتدين. تالت حاجة جمع القرآن الكريم. رابع حاجة استكمل الفتوحات الإسلامية. دول 4 حاجات مهمين عملهم أبو بكر الصديق خلال 2.5 اللي حكمهم. طيب بينا ناخد نقطة نقطة ونفهمها أكتر. تعال أنا بقول لك أول حاجة عملها أبو بكر الصديق هي
ارسل جيش اسامه بن زيد. ايه حكايه جيش اسامه بن زيد؟ افهمك. بص، في حياه الرسول الكريم قبل ما يتوفى كان قرر ان هو يبعت جيش يحارب به الروم. طب الروم دول فين؟ في الشمال، كانوا بيحكموا الشام في الوقت ده. فالرسول الكريم كان جهز جيش عشان يروح يحارب الشام، عشان يأمن شمال الجزيرة العربية، لأن الشام دي موجودة في الشمال. أيوة أنت عارف. طيب، ولكن توفى الرسول الكريم قبل ما يبعت الجيش. فلما تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين عمل إيه؟ أول حاجة يعملها نفذ أوامر الرسول الكريم وبعت الجيش. الجيش ده مين كان يقوده؟ واحد اسمه أسامة بن زيد. طيب كان رايح يحارب مين؟ رايح يحارب الروم. طيب الروم دول كانوا فين؟ في الشام. طب لما اجي اسألك، هو أول عمل عمله أبو بكر الصديق كان إرسال الجيش ليه؟ بما تفسر أول أعماله إرسال الجيش؟ يقول على طول تنفيذا لأوامر الرسول الكريم. يبقى أبو بكر الصديق كان حريص جدا على تنفيذ أوامر الرسول الكريم بعد وفاته، فأرسل أول حاجة عملها أرسل جيش أسامة بن زيد. طيب هو إيه مشكلة وجود الروم في الشمال؟ أقول لك بيهددوا الدولة الإسلامية من الشمال. فجيش أسامة بن زيد كانت نتائج إرسال جيش أسامة بن زيد هي تأمين الحدود الشمالية للجزيرة العربية. يبقى أنا هنا عندي سؤالين ركز معايا فيهم. السؤال الأولاني، هو ليه أول عمل عمله أبو بكر الصديق إرسال جيش أسامة بن زيد؟ بما تفسر إرسال جيش أسامة بن زيد كان أول أعمال أبو بكر الصديق، نقول تنفيذا لأوامر الرسول الكريم. طيب ما النتائج المترتبة؟ ده السؤال رقم 2. ما النتائج المترتبة على إرسال جيش أسامة بن زيد؟ تأمين حدود شبه الجزيرة العربية الشمالية. صعبة دي؟ يبقى دي أول أعماله، فهمناها؟ أعتقد إن هي مش صعبة. تاني عمل عمله هو حرب المرتدين. حارب المرتدين. ايه ده؟ هو مين المرتدين اصلا؟ فهمني يا مصر. اقولك، المرتدين هم ناس كانوا مسلمين وبعد وفاة الرسول الكريم خرجوا عن الاسلام، وكلمة خرجوا يعني ارتدوا، فتسموا المرتدين. يبقى ليه تسموا مرتدين؟ لانهم خرجوا عن الاسلام. طب وعملوا ايه كمان؟ رفضوا دفع الزكاة، كمان ما عادوش بيدفعوا الزكاة. طب تالت حاجة عملوها، منهم ناس ادعت النبوة. يعني ايه؟ يعني فيهم ناس قالوا احنا انبياء، زي واحد اسمه مسيلمة الكذاب. صعبة دي؟ يبقى تاني لما اجي اسألك هم مين المرتدين، تقول لي ايه؟ المرتدين هي قبائل خرجت عن الاسلام بعد وفاة الرسول الكريم. يبقى الناس دي ظهرت بعد وفاة الرسول الكريم في عهد ابي بكر الصديق. طب حلو قوي. طيب موقف ابو بكر الصديق منهم كان ايه؟ اقول لك حاربهم وانتصر عليهم كمان. يبقى حاربهم بقوة. ليه بقى؟ لانهم كانوا بيهددوا الدولة الاسلامية. ليه؟ لانهم عملوا ايه؟ نقول تاني، خرجوا عن الاسلام، رفضوا دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة زي مسيلمة الكذاب. ها صعب ده؟ مش صعب، واعتقد انك فهمت. تالت اعمال ابو بكر الصديق كانت ايه؟ هي جمع القرآن الكريم. بص، في ناس كانت حافظة القرآن الكريم في الأول، ما كانش مكتوب، كان القرآن الكريم بعض المسلمين حافظينه على ظهر قلب، حافظينه كله. طيب ناس من اللي حافظين القرآن الكريم استشهدوا في حروب الردة اللي هم كانوا بيحاربوا المرتدين من شوية. ناس كتير من اللي كانت حافظة القرآن استشهدوا القرآن الكريم. طيب أبو بكر الصديق عمل إيه بقى؟ شعر بالمشكلة دي وأمر واحد اسمه زيد بن ثابت عشان يجمع القرآن الكريم، وفعلا جمع القرآن الكريم. يبقى دي تالت أعمال أبو بكر الصديق، وهي جمع القرآن الكريم. أمر مين عشان يجمعه؟ واحد اسمه زيد بن ثابت. صعبة دي؟ دي تالت أعمال. طب رابع أعمال أبو بكر الصديق إيه بقى؟ قلناها من شوية، وهي استكمل الفتوحات الإسلامية. يعني عمل إيه؟ يعني بعت جيوش المسلمين عشان تفتح مناطق أكتر، عشان المناطق دي تعرف الإسلام وتدخل في الإسلام. يبقى دي رابع أعمال أبو بكر الصديق. يبقى تاني تعالى معايا كده قول أهم أعمال أبو بكر الصديق. أول حاجة قول معايا بقى، أول حاجة هي إرسال جيش أسامة بن زيد. تاني حاجة هي محاربة المرتدين. تالت حاجة هي جمع القرآن الكريم.
رابع حاجة استكمال الفتوحات الإسلامية اللي كان بدأها سيدنا محمد. ها صعبة دي؟ أعتقد مش صعبة، ودي أهم أعمال أبو بكر الصديق اللي حكم كام سنة يا شطار؟ 2.5 سنين. وعرفنا ليه هو أول واحد. راجع معايا، ليه اشمعنى هو أول خلفاء المسلمين؟ أول من آمن من الرجال. 2 شارك في كل الفتوحات الإسلامية. 3 اختاروا الرسول الكريم إماما للمسلمين وقت مرضه. يبقى معلومات لطيفة خفيفة اهي. راجع معايا. تعالوا بقى نحل شوية أسئلة عشان نتأكد إنك فهمت الجزء اللي فات ده بينا. السؤال الأول، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. 1. أول الخلفاء الراشدين هو عمر بن الخطاب. لا طبعا، الإجابة خطأ. إنما أول الخلفاء الراشدين هو الخليفة أبو بكر الصديق. 2. المرتدين رفضوا دفع الزكاة فقط. الإجابة طبعا خطأ، لأن المرتدين رفضوا دفع الزكاة وخرجوا عن الإسلام. 3. أول أعمال أبي بكر الصديق هي جمع القرآن الكريم. طبعا جمع القرآن الكريم هي من أعمال أبي بكر، ولكن دي مش أول عمل، إنما أول عمل كان إرسال جيش أسامة بن زيد إلى الشام تحقيقا وتنفيذا لأوامر الرسول الكريم. 4. ترجع جمع القرآن بسبب استشهاد حافظة القرآن الكريم. طبعا سبب جمع القرآن الكريم هو ان ناس كتير من اللي كانوا حافظين القرآن الكريم استشهدوا في حروب الرد. 5. مدة خلافة أبي بكر 3.5 سنوات. مدة خلافة أبو بكر الصديق من العام 11 للعام 13 من الهجرة، بالظبط 2.5 سنين مش 3.5 سنين. طيب بينا بقى نكمل ونشوف الخليفة الثاني اللي هو عمر بن الخطاب عمل ايه. يلا بينا. بعد وفاة الخليفة أبو بكر الصديق، توفى وهو عنده كام سنة؟ توفى الخليفة أبو بكر الصديق وهو عنده 63 سنة. بس قبل ما يتوفى اختار وقال مين يحكم بعده، مين يتولى الخلافة الإسلامية بعده. وانتوا عارفين ان تاني خلفاء المسلمين هو عمر بن الخطاب. طيب عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة ايه اهم الاعمال اللي عملها؟ اقول لك. اهم اعمال عملها عمر بن الخطاب هي كالاتي. 1. وضع التقويم الهجري. هو يعني ايه تقويم هجري؟ او يعني ايه وضع التقويم الهجري؟ اقول لك. بص، فاكرين لما الرسول الكريم هاجر من مكة الى يثرب وبعديها بقت يثرب اسمها المدينة النبوية؟ عارفين المعلومة دي؟ وكان هاجر بسبب ان قريش كانت بتدبر مؤامرة عشان تقتل سيدنا محمد. ايوه، فهاجر. اهو عند وصول سيدنا محمد الى مدينة المدينة النبوية، هنا بدأ تقويم اسمه التقويم الهجري. يبقى هو اختار الزمن اللي هاجر فيه الرسول الكريم من مكة الى مدينة لبداية التقويم الذي يخص المسلمين اجمعين، اللي هو التقويم ايه؟ الهجري. صعبة دي؟ ومن هنا نبدأ نعد بقى 1 2 3 التقويم الهجري اللي احنا كلنا عارفينه. صعبة دي؟ يبقى أول حاجة عملها وضع التقويم الهجري. تاني حاجة عملها استكمل الفتوحات الإسلامية وفتح بلاد زي مصر والشام وبلاد فارس. تالت أعمال عمر بن الخطاب هي أنشأ الدواوين. طب هي ايه الدواوين دي بقى؟ أقول لك. كلمة ديوان معناها وزارة. عارف دلوقتي مش لما يبقى عندنا وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، دي وزارات صح؟ اهي كلمة وزارة دلوقتي بتساوي زمان ايام الخلفاء الراشدين هي كلمة ديوان. يبقى كلمة ديوان بتساوي حاليا كلمة وزارة. طيب ايه الدواوين اللي انشأها عمر بن الخطاب؟ انشأ ديوان للجند، يعني حاجة وزارة تختص بجنود المسلمين، دي اول حاجة. 2. أنشأ ديوان بيت المال. بيت المال ده عشان يجمع كل فلوس الدولة الإسلامية ويحكمها كويس عشان يقدر يعرف هينفق الفلوس فين، يصرف فلوس الدولة الإسلامية فين. ثم استشهد الخليفة عمر بن الخطاب 23 هجرية. يبقى تاني قول معايا كده، مين اللي اختار الخليفة عمر بن الخطاب يكون خليفة المسلمين؟ الخليفة اللي قبله اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. يبقى أبو بكر الصديق اختاره يكون خليفة المسلمين، يبقى هو الخليفة رقم 2. طيب إيه أهم أعماله؟ أول عمل عمله هو أنشأ التقويم الهجري
واختار من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة بداية للتقويم الهجري. طيب تاني حاجة عملها استكمل الفتوحات الإسلامية. طب إيه البلاد اللي أتم فتحها؟ أقول لك بلاد الشام ومصر وبلاد فارس. تالت حاجة عملها إن هو أنشأ الدواوين، وكلمة ديوان معناها سجل أو دفتر. طيب بتساوي إيه كلمة دلوقتي؟ بتساوي كلمة وزارة. طب إيه الدواوين اللي أنشأها؟ أقول لك ديوان زي ديوان الجند، وديوان زي ديوان بيت المال. طيب مين بقى هيجي بعد الخليفة عمر بن الخطاب اللي هو الخليفة عثمان بن عفان؟ طب إيه أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان؟ أقول لك الخليفة عثمان بن عفان هيحكم من سنة 23 لحد سنة 35. ايه الأعمال اللي عملها خلال الفترة اللي حكمها؟ أقول لك أول حاجة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. الله، أمال أبو بكر الصديق كان عمل إيه؟ أقول لك إن هو جمع القرآن فعلا، ولكن عثمان بن عفان كتبه في كتاب واحد اللي هو المصحف، وعمل منه نسخ، وبعت كل نسخة لدولة. يعني عمل نسخ، ونسخة بعتها مصر، نسخة بعتها العراق، نسخة بعتها الشام، نسخة. يبقى هو عمل نسخ كتير وبعتها لكل ولاية. طب هو عمل كده ليه؟ أقول لك برضو لأن في ناس بدأت تختلف في قراءة القرآن الكريم، فعشان يوحد كل الناس في قراءتهم للقرآن الكريم عمل المصحف وطبعه أو نسخه وبعته لكل ولاية. يبقى سبب بما تفسر كتبوا القرآن الكريم في مصحف واحد حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم. يبقى دي أول حاجة عملها مين؟ الخليفة عثمان بن عفان، كتب القرآن الكريم في مصحف واحد. طب تاني حاجة عملها أنشأ البحرية الإسلامية. إيه ده بقى البحرية الإسلامية دي؟ أقول لك كلمة بحرية إسلامية يعني السفن بتاعة الجيش الإسلامي. لحد الوقت ده كان المسلمين ما عندهمش جيش في البحر، جيش يدافع عن السواحل بتاعتهم، وكلمة ساحل يعني الشاطئ بتاعهم. طيب امال عثمان بن عفان عمل ايه؟ هو اللي عمل الاول اسطول. طب ليه؟ عشان يدافع عن سواحل الدولة الإسلامية. طب ايه سواحل الدولة الإسلامية؟ اقول لك اللي هي سواحل الشام وسواحل مصر. دي اسمها سواحل الدولة الإسلامية. صعبة دي؟ مش صعبة. تالت حاجة عملها استكمل الفتوحات الإسلامية، زيه زي عمر بن الخطاب وزيه زي أبي بكر الصديق، كلهم اهتموا بالفتوحات الإسلامية. يبقى ده الخليفة عثمان بن عفان. تعال نقوله تاني، عثمان بن عفان جه بعد الخليفة عمر بن الخطاب، يعني هو الخليفة رقم 3، اتولى من سنة 23 لحد سنة 35. طب هجرية طبعا. طيب ايه أهم أعماله؟ أول حاجة كتب القرآن الكريم في مصحف واحد. لما أسألك بما تفسر عمل كده ليه؟ حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم في كل البلاد الإسلامية. تاني حاجة عملها أنشأ الأسطول الإسلامي. طب إيه الأسطول؟ هنعمل بيه الأسطول بما تفسر إنشاء الأسطول الإسلامي. هنقول على طول لحماية حدود الدولة الإسلامية اللي هي سواحل مصر والشام. صعبة دي؟ مش صعبة. تالت حاجة عملها استكمل الفتوحات الإسلامية، يعني وسع الدولة الإسلامية. ثم بعد كده استشهد سنة 35 هجرية. طيب الخليفة الرابع مين؟ الخليفة الرابع هو الخليفة علي بن أبي طالب. طب إيه أهم أعمال الخليفة علي بن أبي طالب؟ أقول لك أول حاجة عملها نقل العاصمة. الدولة الإسلامية خلال الفترة اللي قبل كده والثلاث خلفاء اللي فاتوا وسيدنا محمد كانوا قاعدين في المدينة، وكان مقر الدولة الإسلامية أو عاصمة الدولة الإسلامية كلها المدينة المنورة. طيب جه علي بن أبي طالب قرر ينقل الخلافة أو العاصمة من المدينة إلى مدينة تانية اسمها الكوفة، أو الكوفة دي موجودة في العراق، موجودة هنا كده بالظبط، أدا الكوفة. طيب عرفنا إيه السبب بما تفسر نقل علي بن أبي طالب العاصمة من المدينة إلى الكوفة. نجاوب على طول ونقول حتى يستطيع الحركة إلى كل البلاد المفتوحة. الدولة الإسلامية في الوقت ده كانت دولة كبيرة جدا. طب عشان يتنقل بسهولة من ولاية لولاية كان لازم يبقى في منطقة قريبة من كل البلاد المفتوحة، إنما المدينة كانت بعيدة عن البلاد المفتوحة. يعني شوف، والمدينة النبوية فين؟ والكوفة فين؟ الكوفة في وسط البلاد اللي اتفتحت. فعشان علي بن أبي طالب يقدر يتحرك من مكان لمكان كان لازم ينقل الخلافة، مقر الخلافة من المدينة النبوية
الى الكوفة. هل ده صعب؟ اعتقد ان هو مش صعب. تاني حاجة عملها نظم الشرطة. ايه نظم الشرطة دي؟ اقول لك يعني عمل الشرطة. عمل الشرطة يعني بقى في جنود وظيفتهم حفظ الامن داخل الدولة الاسلامية. يبقى تاني لما اجي اسألك بما تفسر انشاء علي بن ابي طالب للشرطة، نقول على طول لحفظ الامان داخل الدولة الاسلامية. طيب الراجل اللي بيقود الشرطة كان اسمه ايه؟ كنا بنقول عليه اسم صاحب الشرطة. تاني كده، صاحب الشرطة هو قائد ايه؟ الشرطة. طب الشرطة اتعملت في عهد مين؟ الشرطة اتعملت في عهد علي بن ابي طالب. ثم استشهد الخليفة علي بن ابي طالب سنة 40 هجرية. ومع استشهاد الخليفة علي بن ابي طالب انتهى عصر الخلفاء الراشدين اللي هم عددهم 4 خلفاء راشدين. واحنا عارفين ان عصر الخلفاء الراشدين بدأ من سنة 11 هجرية لحد سنة 40 هجرية. يبقى الفترة دي كلها فترة الخلفاء الراشدين من 11 هجرية لحد 40 هجرية. وبدأ عصر الخلفاء الراشدين بأبي بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. اعتقد ان الدرس مش صعب وانت فهمته لانك متفوق، بس خد بالك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك معانا وتدعمنا على طول بالكومنتات الحلوه بتاعتكم عشان نكمل شرح المنهج. دائما وابدا اولياء الامور وطلاب سنه 6 ابتدائي في خير وسلام. الى اللقاء، نشوفكم على خير في الدرس الجديد.